ممكن أدخل؟ اتفضلي يا نورة. أنا بفرح قوي لما بشوفك بتذاكري يا تيتا، وفي نفس الوقت بستغرب حد يبقى خلص تعليم ويروح برجله تاني للمذاكرة. يا نورة، المذاكرة مش في المدرسة ولا الكلية بس. يعني مثلا انت بكرة هتكبري وتشتغلي، وعشان تطوري من نفسك أو تترقي في شغلك لازم تذاكري وتعرفي كل الجديد. المذاكرة ما بتخلص، ولو بطلنا نتعلم هنقف مكاننا. صح يا تيتا، بس أنا بصراحة ما كانش ليا نفس خالص النهاردة أذاكر. خايفة من ماتش بكرة؟ أنا اتمرنت كويس وعملت اللي عليا، الموضوع ملوش دعوة بالماتش. أمال إيه؟ احكيلي. تعملي إيه يا تيتا لو عندك واحدة صاحبتك في مشكلة كبيرة، يمكن دي أكبر مشكلة سمعتها في حياتي. هحاول أساعدها على قد ما أقدر، بس الأول إيه هي المشكلة؟ جميلة صاحبتي اللي في سني، تخيلي باباها جايب لها عريس وعايزها تتجوزه وتسيب المدرسة وكل حاجة ممكن تعملها في حياتها. ياه، هو لسه في ناس بتفكر كده؟ أنا كنت فاكرة الحاجات دي بطلت من زماننا. على أيامنا يا بنتي كان في عادات كتير حلوة، وبرضه كان في عادات غلط، منها جواز البنات الصغيرة وغيرها. زمان في بلبيس، البلد اللي احنا منها في محافظة الشرقية، كان عندي صاحبة كنت بحبها قوي. يمكن أحلى ضحكة شفتها كانت ضحكتها. كنا بنجري ونلعب الأولى ونعمل مقالب في قرايبنا وأصحابنا، وفجأة لقيتها اختفت، بطلت تيجي وتلعب معانا. وبعد كام يوم شفت نور متعلق وسمعت زغاريد، وبعدها عرفت إنه فرحها. كنتش مصدقة لحد ما شفتها بعيني، ومن بعدها ما شفتهاش تاني. أنا خايفة أوي يا تيتا، هو ممكن ده يكون نفس مصير جميلة؟ هي برضو شاطرة وطيبة وتستاهل مستقبل أحسن. الدنيا اتغيرت، حتى لو تفكير الناس غلط القوانين هتلزمهم بالصح. انتي خليكي معاها وحاولي تساعديها، مجرد وجودك جنبها أكيد هيحسسها إنها مش لوحدها. حاضر يا تيتا. صحيح، كمليلي بقى تفسير الحلم الغريب اللي قلتهولك قبل ما أروح المدرسة.